ليه ما بتفكرش تشتغل على محتوى ترند على اليوتيوب؟ والكلام هنا لواحد بيفكر انه يخش اليوتيوب جديد، او واحد اشتغل على محتوى وقضى فيه مدة كبيرة جدا بس للأسف النتيجة ما كانتش احسن حاجة واكتشف انه مش ناجح في المحتوى ده. فكر تشتغل على محتوى ترند في دنيا تانية محدش يعرف عنها حاجة. الترند اللي انا اقصده هنا مش الحاجات الهايفة او الحاجات التافهة او الحاجات اللي ليها علاقة بفضايح الناس والكلام اللهبل ده. اللي انا اقصده هنا هي الحاجات اللي الناس عايزة تتفرج عليها كل يوم. يعني مثلا الاخبار، الناس كل يوم عايزة تشوف الذهب وصل لغاية فين، الرئيس فلان الفلاني راح يزور دولة معرفش ايه، في مشكلة كبيرة قامت ما بين دولتين، احداث متغيرة على مدار الساعة، كل ساعة وفي حاجة جديدة بتحصل. محتوى لا ينتهي، محتوى هيتشاف بس طبعا يتقدم بالطريقة الصح. الكورة مثلا، الكلام عن الكورة لا ينتهي، كل يوم في ماتش جديد، كل شهر في موسم جديد، بطولات، انتقالات لعيبه، ده حتى المشاكل الصغيره اللي ممكن تحصل جوه اي فرقه، مشاكل ما بين لعيبه، مشاكل مع المدير الفني، اي تفصيله صغيره ممكن تتحول لفيديو والفيديو يقلب ترند. الصوره اللي هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي كنت بقلب بالصدفه كده على اليوتيوب وفجاه طلع لي الفيديوهين دول جنب بعض. الفيديو اللي على اليمين لقناة علامة استفهام، ودي من القنوات الجميلة جدا جدا واللي مفيدة في مجال تعليم اليوتيوب. والقناة اللي على الشمال هي قناة الهستيري، ودي قناة مشهورة جدا في عالم كرة القدم. لو تلاحظ كده الفيديو اللي على اليمين هو فيديو تعليمي نزل من 18 ساعة، المشاهدات عليه 5000 مشاهدة، لكن الفيديو اللي على الشمال نزل من 10 ساعات بس ووصل ل 70,000 مشاهدة. يعني من الآخر كده ما شاء الله الفيديو نازل بالمشاهدات بتاعته. طب ده معناه ايه؟ المحتوى التعليمي يعني ملوش لازمه؟ لا، ما تفهمنيش بقى غلط. اللي اقصده هنا هو الفرق ما بين فيديو تعليمي وفيديو تاني ترند. الفيديو الترند ده فيديو مناسب للوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هيجيب مشاهدات النهارده، بكره، بعد بكره، بعد كده خلاص. انما الفيديو التعليمي ممكن ما يجيبش مشاهدات دلوقتي، لكن مع الوقت الناس هتيجي تحتاج للفيديو ده عشان تتعلم منه، فمشاهداته هتزيد بس ببطء شديد. لكن خلي بالك بقى ان الفيديو الترند يومين 3 وهيقف، بس المحتوى بتاعه فيه احداث جديدة كل شوية. يعني هو مش محتاج ان الفيديو بتاعه يستمر في المشاهدات. يعني الفيديو اللي هو عن الكورة اللي انا قلت لكم عليه ده تقريبا وقف مشاهداته على 120,000 مشاهدة، مش محتاج اكتر من كده، لان تاني يوم في موضوع جديد وحوار جديد وفيديو جديد نزل يجيب فيه ال 120 150 الف مشاهدة وهو مش محتاج منه حاجة تاني، وبعد كده فيديو تالت وهكذا. فدي من مميزات المحتوى الترند. انا عايز اقول لكم ان انا جيت في الفترة اللي هي بتاعت ماتشات المنتخب من 3 اسابيع فاتوا، قلت كده اما اجرب تجربة عشان افهم بيها، انا بحب ادعبس بنفسي كده عشان افهم. عملت قناة جديدة، عملت اسمها اي حاجة وسبتها من غير صورة ومن غير بانر ومن غير معلومات ولا اي حاجة، ونزلت عليها كده كام فيديو شورت عشان اجيب 50 مشترك عشان اقدر افتح بث مباشر، لان دي من شروط البث المباشر. وجيت وقت الماتش بتاع مصر وفتحت لايف، لان انا عندي القناه بتاع بين سبورت، وبدات يا سيدي ان انا ابث الماتش، وعارف طبعا ان القناه هتاخد سترايك والقناه هتتقفل، بس انا عامل كده عشان عايز افهم حاجة. عايز اقول لك ان الفيديو ده قعد بالظبط حوالي 9 دقايق وبعدين اتقفل، وطبعا خدت لي سترايك محترم واللايف اتمسح. بس عايز اقولك ان ال9 دقايق دول وصلت ل71,000 مشاهدة، والقناة وصلت ل5000 مشترك، او 5000 الا كام واحد، متخيل؟ 9 دقايق. فاكتشفت عالم جديد محدش يعرف عنه حاجة، هو عالم الترند. حاجة دلوقتي بتحصل والناس كلها مهتمة بيها، هتجيب مشاهدات، هتجيب مشتركين، لان ده هو طبيعة المحتوى. اليوتيوب عليه ناس، عليه مشاهدات، عليه مشتركين وموجودين، وتقدر تجيبهم في 5 دقايق. بس الفكرة كلها انك تشتغل صح، تختار المحتوى الصح، تقدمه بالطريقة المظبوطة، سواء يعني كان محتوى تعليمي او ترند او ايا كان. فدي كانت مجرد فكرة ممكن الهم بيها شخص مش لاقي محتوى لسه يقدمه، او اشتغل على محتوى واكتشف انه فشل فيه، وده مش عيب طبعا. فجرب وما تنساش تقول لي النتيجة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، وما تنساش تدعمني بكومنت بسيط. سلام.